السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم متابعيني الأعزاء في قناتي عيشها صح، ومعانا في حلقة جديدة بعنوان العادات الغذائية الخاطئة. ولكن قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك وتفعلوا الاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. النهاردة هنتكلم عن موضوع بيمس كل واحد فينا، العادات اللي بنتبعها في أكلنا واللي ممكن تكون سبب رئيسي في مشاكل صحية كتير إحنا مش واخدين بالنا منها. العادات الغذائية الخاطئة مش بس بتأثر على الوزن، لكنها كمان بتأثر على الطاقة والمناعة وحتى الحالة النفسية. الغذاء مش بس وقود للجسم، ده كمان أداة بنحافظ بيها على صحتنا. لكن للأسف العادات الغذائية السلبية بقت جزء من روتين ناس كتير، وعلشان نواجه ده لازم نفهم إيه هي العادات الغلط، بنعملها ليه، وإزاي بتأثر على جسمنا على المدى القصير والطويل. المعرفة هنا مش رفاهية، دي ضرورة لصحة حقيقية. هنتكلم عن أنواع العادات الغذائية الخاطئة، وأول عادة منهم وهي الإفراط في تناول الطعام. الجسم محتاج عدد معين من السعرات الحرارية عشان يشتغل بكفاءة، لكن لما بناكل أكتر من احتياجنا الجسم بيخزن الزيادة في صورة دهون. ده بيؤدي تدريجيا لزيادة الوزن، ومن هنا تبدأ مشاكل زي مقاومة الأنسولين، وده طريق مباشر للنوع التاني من السكر. وكمان بيأثر على القلب والأوعية الدموية، وغالبا السبب مش الجوع الحقيقي، لكن بنلجأ للكلام ده كنوع من الهروب من التوتر أو الزهق. تاني حاجة معانا وهي الإكثار من الوجبات السريعة. الوجبات الجاهزة فيها سعرات كتير بس ما فيهاش قيمة غذائية حقيقية، يعني كالوريز بدون فيتامينات أو معادن، وكمان فيها دهون متحولة وملح وسكر بنسبة عالية. تكرار أكل النوع ده بيؤدي لنقص في العناصر الأساسية اللي الجسم محتاجها لبناء الخلايا وتقوية المناعة وتنظيم العمليات الحيوية، وده بيخلينا عرضة للتعب وضعف التركيز وحتى الأمراض المزمنة. تالت حاجة معانا وهي إهمال تناول الفواكه والخضروات. الفواكه والخضار مش رفاهية، دول المصدر الرئيسي لمضادات الأكسدة والألياف والفيتامينات الحيوية. لما نهملهم بنحرم الجسم من دفاعاته الطبيعية ضد الأمراض، وده بيأثر على المناعة وبيزود فرص الإصابة بالإمساك وبيخلينا نحس بخمول عام. كمان في أبحاث بتربط قلة استهلاك الخضار بزيادة مخاطر الإصابة بالاكتئاب. تاني عنصر رئيسي معانا في حلقتنا وهو الأسباب المؤدية للعادات الغذائية الخاطئة. وأول نقطة معانا وهي الضغوط النفسية. الضغط النفسي بيغير كيمياء الجسم. الكورتيزول اللي هو هرمون التوتر بيزود الرغبة في أكل السكريات والنشويات، فبنلاقي نفسنا بنلجأ للأكل كوسيلة للراحة، وده بيخلق دورة مغلقة. التوتر يخلينا ناكل غلط، والأكل الغلط يزود التوتر والمشاكل الصحية. رقم اتنين التسويق والإعلانات. الإعلانات بتشتغل على العاطفة مش المنطق، وده بيخلي الناس ترتبط نفسيا بأطعمة ضارة لمجرد إنها متقدمة بشكل مغري، وخصوصا الأطفال والمراهقين اللي بيبقوا أكتر فئة عرضة لتكوين عادات غذائية غلط من بدري. تالت حاجة وهي نقص الوعي الصحي. في فجوة كبيرة بين اللي الناس فاكرينه صحي واللي هو فعلا صحي. مثلا في ناس تفتكر العصير الجاهز مفيد وهو مليان سكر، وده بيحصل بسبب نقص المعلومات المبنية على أساس علمي. التثقيف الغذائي لازم يبدأ من سن صغير ويكمل طول العمر. في النهاية أنا حابب أقول لكم إن علشان نعيش بصحة لازم نعرف ونعترف إن بعض تصرفاتنا اليومية محتاجة تعديل. رفع الوعي هو أول خطوة. لما نبدأ نلاحظ عاداتنا ونفهم تأثيرها ساعتها نقدر نغير. والتغيير مش لازم يكون مفاجئ أو صعب، هو مجرد قرار بسيط بنلتزم بيه يوم بعد يوم. أشكركم على حسن استماعكم، وإلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة من قناتنا عيشها صح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.